مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ معانا الحشوة الجميلة دي. بطاطس وكزبرة. غسلنا الكزبرة وقطعناها صغير، وحطينا معلقة زبدة وقلبنا فيها الكزبرة. طبعا ايه بقت ريحتها حلوة، ومش حمرت، لا ما حمرتش يعني، لا يا دوب ايه قلبناها كده، عادت ريحة حلوة. وسلقين البطاطس ورمينا عليها البطاطس، طعمها تحفة. حتى طعمها كده من غير ما نحطها في الجلاش تحفة، يعني تتغمس كده جميلة جدا. وحطينا ملح وفلفل وقرفة وحتة جنزبيل، وحطينا كزبرة، حتة كمون صغيرة، وتبلناها حلو. وعندنا فلفل أخضر مقطعينه. وعاملين التشريبة دي، ضربنا بيضة وحطينا كوباية زبادي وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل، بنضربها كويس عشان دي اللي هنشرب بيها وندهن بيها الجلاش، صينية الجلاش بتاعتنا، رقائق الجلاش. وبعدين هنحشيها. ومعانا مع الخلطة كمان جبنة براميلي وجبنة موتزاريلا. شوف هنعمل حاجة حلوة. وحطينا دهنا السيرفيس بتاعنا زبدة أو زيت ذرة، وحطينا معلقتين زيت ذرة في التشريبة، وبنشرب رق كده الجلاش لغاية ما نخلص النص الأولاني ونحط الحشو. اهو يا حبايبي، بنحط ورقتين جلاش، ورقتين ورقتين، وبندهن كده بالتشريبة. يلا لغاية ما نخلص النص الفوقاني، وبعدين نحط الحشوة بتاعتنا الجميلة. اهو يا حبايبي، وحطينا الحشوة الجميلة بتاعتنا، الجبنة البراميلي والبطاطس اللي عاملينها بالكزبرة بالزبدة، وسلقناها الأول البطاطس طبعا جميلة جدا. في فيديو تاني عملناها بالسبانخ والجبن والبطاطس، جميلة جدا. وزعنا حشوتنا كده، وهنحط شوية فلفل أخضر وزيتون وكل اللي عندك وموتزاريلا، كل اللي عندك حطيه في الحشوة، جميلة جدا. يلا اهو نقطع الزيتون ونحط عليها، تبقى جميلة جدا، طعمها وريحتها تحفة. حطينا الزيتون وحطينا رق اهو. بنكمل الرقات الجلاش والتشريبة اهو يا حبايبي. ندهن الرقات التانية اللي من فوق، الطبقة التانية. يلا نخلصها كلها اهو. بندهن الوش، اخر وش اهو، الطبقة الاخيرة من الجلاش. نخلص كل باقي التشريبة عليها كده، ندهنها حلو قوي. يلا هنحطها على الفرن، رف الوسطاني على 160، وهنشوفها لما تطلع جميلة جدا. صدقوني ريحتها تحفة من قبل ما نسويها، حلو قوي قوي قوي. يلا وهنشوفها لما تطلع. وحطينا عليها شرايح الطماطم كده من فوق، هنحط عليها بسيط ملح وفلفل. ولما تستوي بقى نطلعها، ممكن نسيبها تستوي كده، وهنحط عليها موتزاريلا او فلفله كده، هنعملها زي البيتزا. يلا وهنشوفها لما تطلع، بالهنا والشفا. هنسويها نشوفها لما تطلع بقى. اهو يا حبايبي، شايفين طلعت جميله جدا بتجنن اهي، شايفين جميله جدا. استوت، خدت ربع ساعه، ظبطتها على 12 دقيقة، وبعدين عطيتها دقيقتين تاني، وهي في الرف الوسطاني اهو استوت، وبدأت التحمير بتاعها يبان. شغلت الشواية بس دقيقتين، اقل من دقيقتين كده، وانا واقفة عليها. طلعتها جميلة جدا، شايفين ذهبي وجميلة بجد، التصوير مش هعطيها حقها.
يلا هنقطعها مع بعض نشوف. حلوة جدا، شايفين؟ طرية وجميلة جميلة جميلة جدا اهي، قرمشة وطرية وكله في نفس الوقت اهو. واو بجد تحفة. احلى صينية جلاش دي ولا ايه؟ اهي عملت زي البيتزا، عملت زي البوريك التركي. بص الجمال، بص الجمال، جميلة جدا. يلا بالهنا والشفا، اعملوها وجربوها، اعتمدوها، خطيرة. يلا وسلام. اكلات ميرا، متنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب. اكلات ميرا صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على اليوتيوب اكلات ميرا. نوروني واتبعوني ولايك وشير عشان تكبر قناتنا بيكو. عملوا لايك كتير عشان اللي ما شافش الوصفة يشوفها. يلا ونورتوني واهلا بيكو. سلام. بصوا يا حبايبي، مهنش اكل وحدي، مهنش عليا كل لوحدي، تعالوا كلوا معايا. بجد بتجنن، رهيبة. بصوا بصوا مورقة ازاي وجميلة، والحشوة طعمها حلو جدا، تحفة ومزة وجميلة، ومش حاطين لحمة واكن حاشيها لحمة. تحفة. طعم طعم البطاطس بالكزبرة بالجبنة البراميلي والزيتون والفلفل والخلطة دي اللي حطيناها بتجنن. شايفين؟ رهيبة ولا احلى. اعتمدوها، اعملوها على طول، ولادكم هيحبوها جدا وجميلة احلى من البيتزا. وطعمها بوريك تركي قولي، بيتزا قولي، فطيرة قولي، بجد تحفة. يلا بالهنا والشفا والسلام.